2020. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في ناحية اللطيفية، ونحن نستقبل العام الجديد عام 2021 إن شاء الله يكون عام خير وبركة، وعام تحقيق الأماني والإعمار والبناء، وإن شاء الله صحة وسلام للجميع، ويبعد عن الشعب العراقي كل الأمراض والأوبئة ومرض كورونا، لأنه حسب ما نسمع بالوسائل الإعلام العالمية والعربية أنه مرض كورونا أنه كوفيد 21 أو 20 يمكن، يعني يمكن مرض متطور أكثر من الكوفيد 19. يعني إن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى يبعد عن العراقيين كل هذه الأمراض والأوبئة، وإن شاء الله يعني يعم الأمن والأمان على ربع مناطقنا وعلى بلدنا. الأستاذ أحمد الجنابي مدير ناحية اللطيفية من حزام بغداد، حتى نلتقيكم في رسالة أخرى ولقاء آخر من حزام بغداد. من دون الوسط نتحدث عنهم، أو بعض الخريجين من الكليات والجامعات والمحرومين من التعيينات، نتمنى من خلال موازنة 2021 أن تكون لهم التفاتة من البرلمان والحكومة العراقية بتخصيص درجات وظيفية إلى هؤلاء الخريجين الذين عانوا ما عانوه وكافحوا من أجل التخرج ليفرحوا بتعيينهم لكي يعيلوا عوائلهم. فإن شاء الله نتأمل خير في هذا العام الجديد على العراق والأمة الإسلامية. وشكرا جزيلا. أركان الجنابي من أهالي منطقة اللطيفية. أمنياتنا للشعب العراقي وللأمة الإسلامية أن يكفينا شر الأمراض، وأن يستقر العراق ويرجع إلى حالته الطبيعية. نعم، والله إن شاء الله يطمئنهم بالطمأنينة، ونتمنى لإخواننا في القوات المسلحة من الحرس الوطني ومن والقوات الأمنية بأن يتممون الأمان والنظام في المواطن. رزاق الشياع مرزة. نتمنى بالعام الجديد أن يحل الأمن والأمان، وأن يخلص العراق من الأمراض الكورونا، ونتمنى بالانتخابات الجديدة أن تكون انتخابات حرة تشمل جميع قطاعات الشعب. نتمنى للخريجين أن يتعينون. طعم حسين محطة. دائما العربي الأصيل دائما يتأمل، ودائما يضع الأمل نصب عينيه، فنحن نتأمل من في نهاية أو بداية العام الجديد اللي هو عام 21 عام خير ورفاه وإنسانية وجيرة وأخوة ومروة وديرة بين العراقيين، لأن العراقيين أصلاء، والأصيل أبدا لا يتغير إطلاقا مهما علت التضحيات، الأصيل يبقى أصيلا. فنحن حقيقة نتأمل من حكومة، نتأمل من مسؤول، نتأمل من رمز اجتماعي عشائري ديني، نتأمل منهم أن يكونوا عند مستوى الحدث وعند مستوى المسؤولية التي لا بد أن يكونوا عند مستواها، لأنه لا خيار لدينا إلا أن نكون عند مستوى الحدث وعند مستوى المسؤولية، لأننا شعب لا يمكن أن ننحني لأحد. الشيخ كمال محمود المجيد الجميلي، شيخ عشائر البشريعة الفرات الأوسط وأطراف بغداد. 2021 أنه تكون سنة تختلف عن السنوات السابقة، لأنه السنوات السابقة كانت عنصر شؤم على العراق والعراقيين، ونشوف أنه سنة كانت أسوأ من سنة. فلذلك إن شاء الله نتفائل ونطلب من الله العلي القدير أن يكون هاي السنة سنة خير على العراقيين، وأن تكون يتحسن الوضع بالعراق. الوضع الأمني الحمد لله وشكر مستتب، ولكن مثل ما تعرفون أنه بلدنا وشعبنا يعاني من مشكلة كبيرة، وهي مشكلة الخدمات، وأيضا مشكلة المستوى المعيشي المنخفض للعراقيين. فلذلك نتمنى أنه يكون هناك
في هذه الأيام وفي هذه السنة، أن تكون هذه السنة سنة خير على العراقيين جميعا، ونقدم التهنئة لجميع شعبنا العراقي. عزيز عبد الأمير عبد الكريم الواشد، رئيس عشيرة المسعود.